السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب اخواتي، بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين نصرا عزيزا مقتدر، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حبايب قلبي واخواتي اللي دايما بيفرحوا قلبي بالتعليقات بتاعتهم الجميلة، بس طبعا ما حبيتش انسى الاخت اللي كانت بتقول لي يا ريت تعلميني الفتلة ان انا اعملها لنفسي بشتى الطرق او بطرق مختلفة. فاحنا معانا الخيط زي ما احنا شايفين، سواء بكرة صغيرة او بكرة كبيرة، ايا كان الخيط. بنبدأ نجيب البكرة دي وناخد الطرف اللي هو الاخير بتاعها، الطرف بتاعها، وبنربطه عقدة بحيث ان هي تعمل دايرة كده، دايرة ان انا اقدر اتحكم ان انا احطها زي ما هحطها. تمام اهوت. يعني عملنا الدايرة اهيت. معلش انا ربطتها. طبعا انا من غير النضارة بيكاد ان انا يعني الرؤية معايا ما بتبقاش تمام. زي ما احنا شايفين ربطنا عقدة صغيرة او ربطنا دايرة صغيرة من اخر الخيط اهي، شايفينها؟ يعني الخيط اهو، اهو ربطنا دايرة في اخر الخيط. هنيجي في الدايرة دي نعمل بها ايه؟ هنعمل بها ايه؟ سوري يعني اعزكم الله، في صباع رجلك الكبير، صباع رجلك الكبير، ولبسيها زي العقد في صباع رجلك الكبير. ارفعي رجلك كأنك حاطه رجل على رجل. تمام، ارفعي رجلك عشان تكوني مرتاحة في القعدة. اهو شوفوا انا شداها وهو متعلق في صباع رجلي. تمام، بنيجي الخيط، الخيط اهوت الخيط، بنيجي نمسك او ارميه في حجرك وامسكي طرف منه اهو، وابدأي امسكي الاتنين على قد مستوى ايدك وافضلي لفي 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 لفي. تمام، واهو بقت هنا نضارة، وهنا انت ماسكه الطرف الخيط بصباعك كده، يعني ماسكاه جامد، لفاه لفه او اتنين على صباعك وماسكاه ان هو هيبقى الدايره قدامك اهيت. وده هو اللي بيسحب كده. تمام، ده اللي بيسحب كده. تمام، وشغلة ان احنا ملبسين الخيط او عاملينه في صباع رجلي بحيث ان هي عاملة زي الدواسة، كل ما بحرك رجلي كده كل ما بتشد الخيط ان هو يقفل النضارة، انه يشد الشعر من الوش. يعني ايه؟ اقول تاني. عملنا الدايرة زي ما احنا شايفين، علقناها زي العقد في صباع رجلنا اعزكم الله، صباع رجلي اهو زي العقد. وبدأنا خدنا الخيط زي ما احنا شايفين كده، هنيجي نمسك الطرفين مع بعض ونلف نلف 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 كام لفة كده. تمام، والطرف التاني اللي هو بتاع البكرة في ايدي التانية اهو، بنلف على صابعي ده مرة واتنين زي ما احنا شايفين، ونبدأ نمسكه كده. نبدأ بقى نشتغل بقى ازاي؟ سوري، اللي هو في صباع رجلي دي عامل زي الدواسة، زي الدواسة، كل ما تحركيه لتحت كل ما يشد الدايرة ويقفلها اهو اهو اهو. شوفي الاخت اللي شايفة، بس انا طبعا اهو اهو اهو. اعملي بقى كل وشك بنفس الطريقة. تمام اهو اهي. بس انا مفيش حاجة، بس هي طلبت ان انا اعمل على نفسي، فطبعا طلبكم اوامر، طلباتكم كلها اوامر اهو اهو. بيشد قدامكم اهو. الفكرة كلها ده ثابتة. رجلي اللي متعلق فيها الخيط هي الدواسة اللي بتشد ان تقفل الدايرة دي. تمام، يعني مجرد اهي شوفوا من غير ما اعملها على وشي، مجرد ما بشدها شوفوا بتحرك تقفل الدايرة اهو 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 زي ما انتوا شايفين كده. تمام، دي طريقة، دي طريقة. نيجي للطريقة التانية. ممكن الدايرة اللي انت عاملاها دي، الدايرة اللي انت عاملاها دي، اي مسمار على العالي، اي مسمار على العالي بتبدأي تحطي فيه الدايرة دي وتعلقيها اهي. الدايرة اهي بتعلقيها على مسمار كده على العالي. تمام، وبعد ما بتعلقيه على مسمار، افترضنا ان احنا معلقينها على مسمار لان انا مش عارفة، يعني لان انا قاعدة في نص الأوضة، انا بشرح بس انا قاعدة في نص الأوضة، فرضا ده المسمار. يلا
اهو اللي هو طرف الكرسي يعني، بس فرضا هو ده المسمار اهو. وممكن برضك استعين وهي محطوطه كده، تمام، يعني ممكن اعمل بيها وهي محطوطه كده اهو. اهو برضك هنتني، هنقعد نلف 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 كده ونبدا اهي. بس طبعا هنا علشان انا عاملاها جنبي، لكن هي هتبقى الاتجاه بعيد عني، تمام، على مسمار قصادي كده تبقى بعيد. وهبدأ برضك اهو، بس طبعا هنا معكوسة لان المفروض اعلقها هنا مش هنا، بس الفكرة انا بديها لك، انت بتعلقي على المسمار تمام، وبتبدأي اهي، يعني اعتبري ان هي متعلقة على المسمار مشدودة كده، وتبدأي بتعملي كده، تمام، نفس الفكرة. هنيجي برضك نعملها نضارة. بناخد دايرة في المعقول، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، دايرة في المعقول، ما تكبريش ولا تصغري قوي، تمام، زي ما احنا شايفين كده. ونبدأ نقفل الخيط، هو يعتبر دايرة، بس هنيجي بقى نقفل الدايرة دي من اخرها، نربطها عقدة في بعضها كده، واي زيادة نحشها عشان ما تقعدش تضايقنا، تمام. اهي الزيادة في العقدة هنبدأ نشيلها اهو كده، اصبحت دايرة اهي، دايرة اهي، خلاص اهي. نيجي بقى وهنبدأ نلف 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 كده كم مرة، تمام اهي. بصي يعني هي من نفسها هتلاقيها بتشتغل اهي. تاني دايرة اهي، خلاص. ونبدأ نلفها كده عكس بعضها، ونيجي بقى اهي كده كده كده، بتفتحي واحدة منهم وهي كده كده بتتعمل من نفسها، بتحسي ان بصي عاملة زي المقص، عاملة زي المقص. اعيد تاني اهيت، بنيجي نلف كده، تمام، ونيجي اهي كده كده، تمام، زي ما احنا شايفين كده. يعني بتفتحي وتقفل من جهه، افتحي وهي هتقفل من اهي، بتفتح وتقفل من جهه كده. افتكر انت ممكن تستصعبي دي شويه، وفي ناس بتستسهلها، تمام. يبقى فكره ان انت تحطيها في صباع رجلك ورجلك حطاها رجل على رجل، هتبقى مرتاحه بالنسبه لك وما فيهاش اي اعاقه ان لازم بقى مسمار وده وده. بس انا كده كده علمتك الثلاث طرق اللي انت تشتغلي بيهم، وشوفي الافيد لك فيهم اهيت. قلنا واحده منهم اهي، تمام، اهيت اهي. بصي بس طبعا هتقولي ده انت علشان متعلمه وبتاع فبتعملها بسرعه. لا، هي مش سرعه ولا حاجه، هي برضو يعني اعملي النضاره وعودي مع نفسك كده، اعمليها لغايه ما تتعلمي انها تعمل على وشك. لكن الاسهل ليكي وانا بقولها لك، انا يمكن لما باجي اعمل لنفسي بعملها، انا بحطها في في صباع رجلي، سواء واقفه او قاعده، ورجلي دي عامله زي الدواسه، كل ما بتشد لتحت كل ما الدايره بتقفل، وكل ما بتشد اكتر وبتنظف اكتر بصراحه ربنا. فانا بحب دي عن النضاره، وعن ان انا اعلقها على العالي برضو واشتغل. فشوفي الصح ليكي والاسهل ليكي، وافتكر انا كده كفيت ووفيت زي ما انت طالبه. يعني يا تعملها نضاره زي ما احنا قلنا هنعملها نضاره، يا هنعملها، اقول تاني هنعملها نضاره اهيت. النضاره دي بنقفل كده دايره بنربطها، تمام اهي. تاني اهيت نربطها، ونحوش اي زيادات. هتبقى عبارة عن دايرة. الدايرة دي اهي، هبدأ الف الف الف، هلف جهة منها، شايفة اهي تمام اهي شايفين
يعني اهي. يا اما زي ما اتفقنا السهلة ان انت هتعملي دايرة صغيرة خالص وتحطيها في صباع رجلك الكبير اهي، في صباع رجلك الكبير، ودي اسهل طريقة. يا اما تعلقيه على العالي وتبدأي برضو نفس الفكرة، تلفي من اتجاه وتمسكي الاتجاه التاني بصبعك، يا اما تعلقيها في رجلك زي ما احنا بنقول كده اهي. اهي لسه اهي، بناخد الطرفين نمسكهم مع بعض ونبدأ نلف الدايرة دي اهي، ونبدأ نلف لفة التانية على صباعنا ونمسك بده كده اهي اهي اهي. رجلي زي الدواسة، كل ما بشد بصبع رجلي لتحت كل ما الخيط اهو. انا والله لولا ان علشان بس اهي. طب هقول له سوري اهيت، يعني انا حطاها في صباع رجلي اهي اهوت، في صباع رجلي اهو سوري، واهي شد الخيط زي ما انتوا شايفين. انا هوريكم بس الحركه، لكن انتوا شفتوا من فوق بتتعمل ازاي. كل ما اعمل كده اهي، بصوا اما اقللها عشان تبقى قدامكم، كل ما اعمل رجلي كده اهي، كل ما اشد رجلي كل ما بتقفل الفتله. يعني رجلي زي الخطاف كده بتنزل لتحت. تمام زي ما انتوا شايفين. الحكايه سهله بسيطه. يا رب كده اكون وفيت، اكون كنت عند حسن ظنك. وفي فيديو برضو وانا واقفه بشتغل ازاي تمسكي الفتله وازاي تشتغلي بيها. خد الفكره برضو من الفيديو اللي على القناه، وان انت ممكن بدل ما انا ماسكاها واقفه اشتغل ممكن تعلقها وتعملي لنفسك برضو. تمام. وكده استودعكم واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا رب يكون شرحي كان وافي لمسك الفتله، وانا عملته على بشرتي علشان تتاكدي ان هي برضو الماسكه صح وكل حاجه. بصي ابدأي اتعلمي، اقعدي اعمليها مره واتنين وتلاته لغايه ما ايدك تجدها او ايدك تقدر تتملك انها تعملي. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.